تغاضيكم عن وجود ضابط برتبة فريق ركن؟ ما هو سبب تغاضيكم عن وجود ضابط برتبة فريق ركن خورشيد رشيد في وزارة الدفاع ويتبوأ منصب مهم وحساس ورقابي وهو فضائي منذ شهر تشرين الثاني 2014 لم يصل للوزارة ويتم صرف رواتبه ومخصصاته وعجلاته ووقودها وصيانته وحماياته وتصل له إلى مقر إقامته في كردستان؟ أعتقد ليس من المناسب إطلاق كلمة فضائي على قائد. يعني أنتم بديتوا بها هاي اللفظة، مو أنت تحدث مناسب. سيد الوزير، هو مصطلح فضائي من أنتم بديتوا به مو إحنا. قائد عسكري برتبة فريق ركن وله خط خدمة مشرف جدا ويعمل مفتش عسكري ومعاون رئيس أركان الجيش. إذا تنفي أن يكون هو يصدق عليه وصف فضائي. الفريق الركن خورشيد كان معاون رئيس أركان الجيش للتدريب، وتم يعني حقيقة حصل بعض التغييرات في القيادات قبل ما صدر الأمر الديواني. تصرف في الإعلان بأنه الفريق الركن خورشيد سيكون رئيس أركان الجيش، وهاي الكل كان مطلع على الموضوع ومتابعه. الوزير لا تقييم للجواب. لا تقييم للجواب. لا مو تقييم، تعقيب على الإجابة. هذا النظام الداخلي. اي اوكي، خلي اعقبها، ساعقبها بغير طريقة. جندي يغيب 10 أيام هارب ونفصله ونفسخ عقده. فريق ركن من سنة أتحداك أعطيني ورقة موقع عليها خورشيد من سنة، أتحداك أعطيني ورقة. خورشيد داوم يوم 19، وصلتك أسئلة الاستجواب يوم 16، داوم يوم 19، اتصلتوا بيه إجا طوال السنة لا إجا ولا حضر ولا وقع ورقة ولا قام بواجبه. سنة كاملة فريق ركن. أنا ما أحكي عن مكون ولا أحكي عن هويته ولا أحكي عن لونه ولا أحكي عن كفاءته، ما لي علاقة. قد يكون أحسن ضابط بالجيش العراقي. أنا أحكي سيادة الرئيس عن مفردة واحدة بس. أنتوا تحكون تقولون نريد نعالج فضائيين ومشكلة فضائيين كبيرة. أجي فريق ركن قاعدة ببيته سنة ورواتبه توصل له. أنا ما قلت لك بطي سيارات زايد، أنا أقول ضابط ما يداوم، مو ضمن ملاكي ما مستفاد منه، حماياته ومخصصاته وسياراته تروح للإقليم أو للبصرة أو للنجف أو للأنبار، ما يخصني. الخلل هذا سنة ما مكتشفين. يوم 19/8 ورا الاستجواب يلا تكتشفون عندكم فريق ركن ما موجود. 2 هو معاون مفتش سيادة الوزير، شغر عندك منصب المفتش، هذا ما كان فريق ركن تستثمره. والقانون يقول من يشغر منصب المفتش معاون المفتش يحل محله لحين اختيار بديل. انت تروح تجيب لي مفتش العسكري على حسان مشات ما له علاقه، سوي لي اياه مفتش وانت عندك معاون مفتش برتبه فريق ركن ما يداوم لمده سنه وساكتين عنه. مو خورشيد يتحاسب، انتم تتحاسبون. شلون فضائي سنه؟ إذن جواب. ما عندي تعقيب أكثر من هذا فخامة الرئيس، ولكن أعتقد الماشي في وزارة الدفاع والتعامل المنطقي يكون مع قائد بهذا المستوى ينبغي أن يكون باحترام عالي، والكلام ينبغي أن يكون دقيق، لأنه فريق خورشيد عندما نتصل به خلال ساعات يكون موجود في بغداد، وأنا أكثر من 7 مرات داز عليه خلال هذه الفترة وكان يحضر يوم ويومين و3. شكرا. سؤال آخر. تعليق صغير. الموظف على التليفون يداوم، فأنا أدعوك تعيني بوزارة الدفاع وأجيكم على التليفون شو وقت ما تحتاجوني. سؤال آخر. ماكو سياقات بالدولة العراقية. فريق ركن يقعد ببيته. سؤال آخر.